سيادة الرئيس، آخر سؤال تأذن لي الأمانة تقتضي أن أطرحه لسيادتك يا فندم. لا، هو جالي مكتوب، يبدو أن الشاب متحرج ويبدو أنه عاوز يورطني يعني. هو بيسأل سيادتك، سيادتك جيت بانتخابات نزيهة في 2014 في حال ترشحكم مرة أخرى ماذا لو لم تنجح في الانتخابات؟ إيه هيكون القرار؟ هبدأ بالسؤال ده. مين اللي سأله؟ صحيح مين اللي سأله؟ جاي مكتوب يا فندم ورفض. طيب. يقول لي هو. طب خلاص ما جراش حاجة يعني. رفض مش رفضت يعني. مش عارف يعني. هو مكتوب بخط كويس فيبدو انه خط رجل يعني. طيب ماشي. انا هبدأ بالسؤال ده. يا رب لو انا صادق يصل الي صدقكم، يعني يصل صدقي اليكم. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لو المصريين ما عايزين ما هقعد ثانية في المكان ده، ثانية. هقول لكم ليه. مش أنا بتكلم دايما على أن ربنا أتاح الحرية الناس تؤمن بيه أو لا تؤمن؟ الأعظم الأكرم الأكبر أتاح للناس الحرية في اختياره أو لا تختاره، وهو هيحاسبهم لأن هو اللي خلق. أنا بالنسبة لي ما أقدرش أسمح لنفسي ولا أقبل لا لكم ولا ليا إن أنا أبقى موجود في مكاني ده رغما عنكم. ده مش هيكون، وده كلام مش كلام سياسة. طب ده كلام غريب على الناس اللي بتبقى عايزة تيجي تمسك في الحاجة على طول. صحيح غريب، بس أنا كده إن شاء الله. لأن بالمناسبة إذا كنت أنا أقسمت إن أنا أحترم الدستور والقانون وبحاول أعمل ده، بقول بحاول ليه؟ عشان لا أنفي عن نفسي الخطأ والنسيان. لكن المفروض إن أنا لا أزيف انتخابات عشان تحت أي اعتبار عشان أبقى موجود في الحكم. لا، أنا أقسمت بالله 3 وأرجو أن يصل صدقي لو كنت أنا صادق. لا 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 لا. ليه؟ عشان إيه؟ شكرا والقرار بتاعكم، بس انتوا يا مصريين وانا بقول لكم من دلوقتي انزلوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. حق بلدكم عليكم ان انتوا تنزلوا، مش حق انا، حق بلدكم عليكم ان انتوا تنزلوا وقولوا اللي انتوا عايزينه. يتقال نزل في الانتخابات حضور كبير، نسبة عالية العالم كله يتكلم عنها، وقالت لا، اهلا وسهلا. ويا رب في الحالة دي يعني يولي مصر من هو الأصلح والأقدر، لأن أنا بحب بلدي واللي يقدر يقدم لها أفضل أنا بتمناه. مش أنا موجود يا أنا يا هدها، لا، ده حاجة لا. يعني الناس اللي بتفكر إن هي تفضل في مكانها يتهد بلدها، لا، عشان خاطر ال 92 مليون. فاللي سأل السؤال ده صدقني السؤال أنا سعيد بيه جدا والله. أنا بحلف بالله، وإذا كان ممكن يطلع يوم يعني يبين نفسه بس دلوقتي لا طبعا، لا طبعا، لا إن شاء الله. وفي هيئة عليا مش كده مسؤولة عن الانتخابات، وإن شاء الرحمن الرحيم يعني انزلوا وقولوا ما شئتم ولن تجدوني ثانية واحدة متشبث. أنا متشبث بيكو، متشبث عشانكو. لو انتوا مش عايزين ازاي يعني؟ لا يليق والله، يعني لا، ما يصحش بالنسبة لي، ما يصحش. انتوا لما اللي خلاني جيت هنا انتوا لما قلتوا لي ما تسيبش ما تتخلاش، بس اللي خلاني تصديت في 3/7 انتوا، خايف عليها. لكن لو انتوا مش عايزين يا رب يوفق ويولي مصر من يصلح،
ويبارك في عمله، ووقفوا جنبه للي جاي ان كان حد ربنا سبحانه وتعالى اراد له كده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك ده عطاء الهي، مش لا حد بياخده من حد ولا حد بيديه لحد. ربنا بيسبب الاسباب عن طريق البشر او لا. لو زي ما بنقبل، وانا قلت الكلمه دي قبل كده في مؤتمر بتاع كان في كليه الشرطه، مش كده؟ قلت ليه لما يهب لي اقبل عطيته او عطاؤه، وليه لما ينزع لا اقبل عطاؤه بالمنع؟ انا طيع مع النزع، طيع مع نزعه للملك. خلي بالكم، فاطمئنوا تماما، يعني اطمئنوا ان شاء الله. فنرجع تاني للاسئله.